يا ريت تكون مدركين ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى في نهاية كل مجلس سورة العصر. ربنا حلف بالايه؟ بالايه؟ وقت الغفلة، اللي بيغفل بسبب اي حاجة، والعصر انت خسران. كأن ربنا سبحانه وتعالى والله المثل عليه بيقول لك بأمارة صلاة العصر كل اللي على كوكب الأرض خسران إلا اللي آمن آخرة وعنده صفتين في الدنيا، الحق والإيه؟ ما يجيش النهارده بعد الامتحان الشامل يقول لي والله ذاكرت. الصفة الثانية يصبر على ما تكرهه نفسه. الناجح في الدنيا، الناجح في الدنيا هو اللي عرف معادلة النجاح، يدوس على نفسه. لأن أنت في الدنيا حاجة من الاثنين، يا تدوس على نفسك بمزاجك، يا الناس كلها والدنيا كلها هتدوس عليك غصب عنك لغاية ما تكره حياتك. يا ناجح وعشان توصل لده تدوس على نفسك، يا إما فاشل وطول ما أنت ماشي في كوكب الأرض كل ذرة من تراب الأرض هي اللي بتدوس عليك، عمال تقول يا ريتني يا ريتني يا ريتني. إن الإنسان لفي إيه؟ كل اللي على الأرض خسران إلا اللي عنده صفتين، إيه وإيه؟ حق وصبر. اتعب، هات اخرك، هات اخرك الفتره الجايه دي يا شباب. والله 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 العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000، اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي هو انا هوصل يعني هوصل. فلو ركزت على اللي فاتك او اللي ضاع منك عمرك ما هشوف اللي بيستناك. حطها جمله في مكانك، او حطها جمله في كتابك، حطها جمله قدامك. حتى دايما كنت بقول لحد من صحابي كنت لسه بتكلم بيها دلوقتي والله من شويه، كان في حاجه جمله مأثره فيها من زمان قوي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ثانك يو نيكست. يعني ايه؟ يعني يا باشا ما تبصش على اللي فات منك، حاجه حصلت لك ثانك يو نيكست، شكرا اللي بعد، شكرا اللي بعد. تقفلت مثلا من صحاب او خذلوك ناس دلوقتي وبعدين، اقسم بربي نصايحي دلوقتي وبعدين، في مرحله معينه من حياتك خذلوك ناس او خذلوكي ناس، ماشي خلاص نيكست وبعدين. ليه يا باشا؟ ما انت هتقعد مصدوم في ناس، هتخاف تقرب من ناس تانيين، فممكن يكون ربنا باعت لك حاجه مستنياك تعوضك عن كل الصحاب اللي فاتوا، او شخص يعوضك عن كل الاشخاص اللي خذلوك، فانت ممكن ما تشوفوش اصلا عشان انت اتلسحت قبل كده فخفت انك مثلا ايه تثق في حد تاني. باشا انت حذر، ولكن يعني ايه خد حذرك، ولكن برضو ما تبقاش عندك رهبه وخوف. ماشي حاجه حصلت ضايقتك، تعب حصل لك، خلاص ماشي مش بقيت كويس الحمد لله، او بتعافر الحمد لله، او عارف ان ربك اللي مبتليك ارحم بيك من امك، ربك ارحم بيك وبيا من امهاتنا، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ربنا رحيم بينا جدا. المهم يعني فلو ابتلاني في حاجه معينه هو بيحبني خلاص، وانا بعافر خلاص عافر، ولو خفيت شويه نكست، ما تعيش بقى في دراما انا الوحيد اللي مقصود ولا دايما مبتلى. اللي بعده ثانك يو نكست. انت مثلا بالنسبه للدراسه ولا الثانويه ولا حاجه راكمت شويه ورحت مثلا سنتر المدرس قل مني، او صحابي اتريقوا عليا، او كنت فتره مقفول في المذاكره، او ما كانش ليا نفس، ودلوقتي بدات افوق شويه، خلاص ثانك يو نكست. ابدا من دلوقتي، مش مهم على فكره، مش مهم هتبدا امتى، المهم تبدا. دايما كنت بقول لك لسه الطريق طويل بس الامل اطول، وما دمت انا ماشي لازم في يوم هوصل، ما دمت انا ماشي، ما دمت انا بتحرك، مش مهم اكون بجري ولا ماشي بالراحه، المهم بتحرك، لازم في يوم هتوصل. ملخص الكلام، لو ندمت على اللي فاتك وعملت زي الغزاله دي تبص وراك كتير كتر الالتفات للماضي، هتقع ومش هتشوف اللي بيستناك، مش هتشوف مستقبلك. كام حد ضيع فرص ممكن تكون قدامه او جاياله في شغل، ركز معايا، او في حياه شخصيه، او في ناس حواليه، او في دراسه، علشان ندم وركز في حاجه ضاعت منه فخسر اللي جاي. لا يا باشا ثانك يو نكست. اول ما ضهره يوجعه يقول لك لا يا عم انا جبت اخري. فكل لما تريح نفسك جسديا عادي انت حر، هتضطرب نفسيا معايا. وكل لما تبذل مجهود جسدي اليوم اللي بتعمل فيه اللي عليك انت بتحس ان ايه؟ انا مرتاح. عشان انت بذلت مجهود جسدي. لازم حضرتك تبقى متصالح مع نفسك، وحضرتك عارف كويس جدا 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 ان اي مشكله واي اخفاق بيمر بالانسان ان هو السبب فيه. هتفضل ترمي السبب فيا، في والدك، في والدتك، في اخواتك، في اصحابك، في المدرسين، في البيئه، في المجتمع، في الوزير، في مش عارف ايه. هتعمل اي حاجه في النهايه طول ما انت مش مقتنع ان انت المقصر هتفضل زي ما انت كده. هيعدي شهر 12 في 1 في 2 في 3 في 4 بتعرض نفس اللي انت بتعرضه من شهر 9 ومن شهر 10. يا مستر الحقنا نلم ازاي ونعمل ايه؟
لازم يا بابا قبل ما نتفاوض في اي حاجه تبقى انت معترف الاول ان في تقصير من عندك، لان لما تعترف ان انت مقصر ساعتها هتتقبل ان انت تقدم تضحيات عشان نعالج التقصير. لكن المشكله في الناس، روح بقى عالج الناس. هنفضل نتباكى ونتشاكى، وهو نفس الولد اللي بيفضل متشاكي وبكاء شكاء، هو الولد ده اللي بيكبر شويه في الجامعه بيبقى بنفس الوضع، هو شويه اللي بيتخرج وبيشتغل بيبقى نفس الوضع، فيفضل يتكلم كده في وسط القعدات يقول لك فلان سبحان الله، واحد فلان ده كان فين وبقى فين، واحنا الواحد زي محلك سر. دنيا غريبه. مش الدنيا اللي غريبه، انت اللي غريب. انت اللي غريب اللي انت قررت تعيش حياتك مرتاح ومن غير ما تقدم تضحيات، وكمان تتعجب ان انت تفضل زي ما انت. ما دي حاجه منطقيه يا جماعه، حاجه منطقيه. انت كنت منتظر ايه؟ ان انت تكافئ على عدم تعبك؟ ده منطقي. فتقبل ده. لو انت مش قادر تقدم التضحيه دي، تقبل فكره الخساره، ان مش مهم بقى تجيلي اي حاجه، فعلا تبقى متقبل وراضي ان ده مش من حقك.